كان كريم داخل شقته، قرب من مراته ومسكها من شعرها. أنا عايزة أفهم حاجة واحدة وبس، أنا إزاي كنت مخدوع فيكي بالشكل ده؟ وإزاي أنت طلعت زبالة أوي كده؟ وفي الوقت ده فضلت هي تعيط. إيه يا كارم، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وبعدين سيب شعري هيتقطع في إيدك. أنا مش فاهمة منك حاجة. ادخلي قدامي على أوضة الأطفال دلوقتي وأنت هتفهمي كل حاجة. ساعتها هي اتوترت جدا وقالت: أوضة أطفال إيه؟ أوضة أطفال إيه اللي أنت عايز تدخلها؟ أنا من ساعة ما اتجوزتك وأنت ما دخلتهاش أبدا. وبعدين دي أوضة بنتك، أنت عايز تشوف فيها إيه يخصني؟ أنا مش عايزة أسمع لك صوت. لما أدخل ساعتها أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. وبعدها لقيته فعلا دخل الأوضة اللي كان عايش فيها بنته، وساعتها فضل يبص فيها شوية، وبعدين ضربني بالقلم وكلم أخويا وأبويا وأمي. وبعدها جم كلهم. مصطفى أخويا اتكلم وقال: هو أنت إزاي تمد إيدك على أختي؟ اتجننت ولا إيه؟ أنت ما تعرفش أنا أعمل فيك إيه؟ أختك اللي أنت بتتكلم عنها دي بتخوني، وأنت اللي ما تعرفش أنا هعمل فيك إيه. لو أنت فاكر إن ممكن أسكت عشان أنت صاحبي تبقى عبيط. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا مش فاهم منك حاجة. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ ابتدى كارم يقول كل اللي حصل. خلينا نرجع فلاش باك ونعرف إيه اللي حصل. كارم في الشركة، وبعدها دخلت بنت عنده. صباح الخير يا أستاذ كارم، أنا فكرت كتير جدا والله قبل ما أفكر أجيلك، بس بصراحة أنت صعبان عليا إنك تعيش مغفل مع مراتك أكتر من كده. في الوقت ده كارم قام وقف. أنت شكلك كده مجنونة، امشي اطلعي بره بدل ما أطلب الأمن إنهم يربوكي بره. ليك حق تعمل كده، ما هي الست هانم عايشة عليك دور الخضرة الشريفة. طب تقدر تقولي بقى الهانم منعك إنك تدخل أوضة الأطفال ليه؟ وأنت عرفتي منين الكلام ده؟ هو مش بس كده، ده كمان في هدايا محطوطة في الأوضة دي، أنا هوريها لك وهي لسه في المحل. أصل المغفل اللي بيشتري الحاجة ليها بيجيبها لي من المحل عندنا. وبعدها وريته حاجات فعلا موجودة في شقتي. ها، أنا من رأيي بقى إنك ترميها في الشارع، لحسن لو زمايلك في الشركة هنا عرفوا إن مرات البيه المدير بتخونه هيبقى شكلك وحش قوي قوي. مع السلامة. بس ساعتها كريم قرب منها ومسك إيدها. هو أنت رايحة فين؟ أنا مش هسيبك غير لما تقوليلي مين الولد ده، أنا عايزة أشوفه. ما تعملش لنفسك فضايح أكتر من كده، أنا مش هقولك أي حاجة تاني، وأنت تقدر تتأكد من كلامي لما تروح شقتك دلوقتي. باي باي. سيب إيدي بقى عشان شكلك ما يبقاش وحش قدام الناس. وبعدها مشيت، وهو روح البيت وفعلا شاف نفس الحاجات اللي هي وريتها له موجودة عنده في شقته. خلينا نرجع تاني. أختك امبارح أنا دخلت عليها لقيتها بتكلم حد على الواتساب. قلت لها أنت بتكلمي مين؟ قالت لي بكلم مصطفى أخويا. ولما رجعت من الشغل مسكت الواتساب، ما لقيتش محادثة ما بينك وما بينها خالص. تقدر تقولي بقى الهانم كان بتكلم مين؟ في الوقت ده مصطفى بصلي وقال لي: ها يا هانم، ما تردي على الكلام ده، ساكتة ليه؟ انت تعملي كده؟ ده أنا كنت دايما بقول عليكي مثال للأدب والأخلاق. بس ساعتها أنا قمت وقفت وقلت: وأنا فعلا كده، ومش عارفة انتوا ازاي أصلا تشكوا فيا، وانت طالما الموضوع واصل ما بيننا كده لشك طلقني وكل واحد بقى يروح لحاله. في الوقت ده بابا قام وضربني بالقلم. أنا قاعد ساكت من بدري. بس هو انت بجحة للدرجة دي؟ كل حاجة بتقول إن انت فعلا إنسانة خاينة، وبرضه انت بتتكلمي بالطريقة دي. بقول لكم ايه، بطلوا الدور اللي انتوا عايشينه ده. طب حق الصداقة يا مصطفى، أنا مش هفضح أختك، بس أختك بقى تتنزلي عن كل حاجة دلوقتي، وهتتنزلي عن العيال كمان. لا طبعا، أنا ما أقدرش أعيش من غير العيال. أنت عامل كل ده عشان خاطر تاخدهم صح؟ شكلك كده ماشي مع واحدة. اخرسي، قطع لسانك، أنا مش عايزة أسمع صوتك خالص، وامشي قدامي. وبعدها روحنا بيت ماما، وهناك قلت لهم: والله العظيم حرام عليكم، بدل ما تكونوا انتوا أهلي وتكونوا واقفين جنبي بتيجوا عليا بالطريقة دي. هو انت ليكي عين تتكلمي بعد اللي جوزك قاله؟ ده انت عارفة ومتأكدة كويس قوي ان جوزك بيحبك، واكيد يعني ما يعملش كده عشان خاطر يطلقك. والله العظيم في حاجة غلط في الحوار ده، انا مش قادرة افهم فيه ايه بالظبط. حلو قوي الكلام ده. مين بقى اللي انت كنتي بتكلميه امبارح وفي الاخر قلتي له ان انت كنتي بتكلميني انا مش هقدر اقول حاجة. ارجوكوا احترموا رغبتي بقى شوية،
وما تخلونيش أتكلم، بس صدقوني والله العظيم أنا عمري ما عملت حاجة غلط. منك لله يا شيخة، فضحتينا. وبعدها طلع الشقة، وأنا دخلت الأوضة وكلمت آيات مرات كارم الأولى. إزيك عاملة إيه؟ والله العظيم كنت لسه هكلمك عشان أقولك عايزة أشوف بنتي لأنها وحشاني قوي. أنا في مصيبة كبيرة يا آيات ومحدش يخرجني منها غيرك انتي. أنا كنت بكلمك أول امبارح وكان مدخل عليا، دلوقتي بيقول لأهلي إن أنا كنت بتكلم مع واحد. أرجوكي أرجوكي تقفي جنبي، لازم تقوليله إن أنا كنت بكلمك انتي. أرجوكي لا يا سهر، لا بلاش تعملي الكلام ده. انتي عارفة ومتأكدة كويس قوي إن هو شرط عليا لو شفت البنت مرة تانية هيحكي لها على كل حاجة. أنا صحيح اللي حصل ده كان زمان، بس والله العظيم مش هكرر غلطي ده تاني. طب يا آيات ما هو أنا في مصيبة كده، ولو هو معرفش إن انتي اللي كنتي بتكلميني وبتيجي عندي هيعرف إن أنا بخونه. أرجوكي يا سهر، ربنا عارف إن انتي مظلومة وأكيد هيظهر براءتك، بس بلاش تعملي الموضوع ده. أنا مش عايزة أبان صغيرة في عين بنتي دلوقتي بقت كبيرة ومش سهل عليا إنها تعرف إنها أمها خاينة. وبعدها قفلت السكة معاها وفضلت تعيط وابتدت تفتكر كل اللي فات. خلينا نرجع فلاش باك ونعرف إيه اللي حصل. سهر كانت قاعدة والباب خبط وفتحت وكانت آيات. مساء الخير، ازاي حضرتك عاملة ايه؟ أنا عرفت إن كريم اتجوز وجاية علشان خاطر يعني عايزة أتكلم معاكي شوية. اتفضلي يا آيات. وبعدها آيات استغربت إن هي عرفتها وقالت لها ما تستغربيش، أنا شفت صورك معاه، هو كان مانع إنك تيجي هنا خالص عشان خاطر البنت ما تشوفكيش. بس آيات مسكت إيدها. أرجوكي خلينا بقى بس أطمن على بنتي من الوقت للتاني، بس ما تعرفوش أي حاجة عني، ما تعرفوش إن أنا باجي هنا لأن هو مهددني. أنا عارفة إن أنا خنته وإن أنا غلطانة والله، بس عمري ما هكرر الغلط ده تاني. والله مش عارفة أقولك إيه، بس أنا مش عايزة أبدا حياتي معاه يعني تبقى فيها كده. انتي بكرة هتخلفي، ربنا يخليكي، انتي أكيد هتحسي بيا وهتحسي بالضنا. أرجوكي خليني أشوف بنتي لو كل فين وفين 5 دقايق حتى، وهمشي على طول. ماشي؟ حاضر ماشي يا آيات، بس بلاش حد يعرف بالموضوع ده لأن ممكن يقلب بطلاقي. وفعلا ابتدت تخليها تيجي وتشوف البنت في أوضة البنت، وكان في صور مامتها وهي كانت خايفة جوزها يشوفها، عشان كده كانت دايما بتقول إنه ما ينفعش يدخل جوه في أوضة البنت. خلينا نرجع تاني. أول ما مصطفى طلع شقته بيلاقي سماح مراته واقفة، وأول ما بتشوفه بتقوله إيه الكلام اللي أنا سمعته ده يا مصطفى؟ أنا سامعة إن أختك هنا وإن هي عملت حاجة مش كويسة عشان كده جوزها طلقها، فعلا الكلام ده؟ بقولك إيه يا سماح، قفلي على الحوار ده، أنا مش عايز حد يعرف حاجة عنه، كفاية فضايح لحد كده. أنا مش فاهم والله، هي اتجننت ولا إيه عشان تعمل العملة المهببة دي؟ أنا مش عارف أعمل إيه، لولا إن أنا خايف من الحبس كنت خلصت عليها بإيدي. مش دي أختك اللي طالعين فيها السما وإن مفيش واحدة زيها؟ اشربوا بقى على الحوار اللي هي دخلتكم فيه، وشوفوا بقى هتعملوا إيه لما الناس يعرف باللي حصل. بقولك إيه، وسعي كده، أصل انتي كلامك مستفز، ولو فضلت أكتر من كده أنا ممكن أعمل جريمة بسبب كلامك. ودخل الأوضة وسابها. وفي الوقت ده عند مامة سهر اللي دخلت لها الأوضة وقالت لها هو انتي مفكرة إن دموع التماسيح اللي انتي منزلاها دي وعمالة تعيطي كده احنا هنصدق إن انتي كويسة؟ بقولك ايه يا بت، انتي من النهاردة خدامة في البيت، حسك عينك تخرجي من البيت ده واعتبر إن انتي مسجونة، عشان لو رجلك خطت بره عتبة البيت أنا هقطعها لك، ومحدش غيري هيعمل كده يا سهر. والله العظيم يا ماما أنا مظلومة، أنا ما عملتش حاجة، انتوا اللي مش مصدقين حاجة يا ماما. انتوا ازاي تشكوا فيا كده؟ المفروض تبقوا واثقين فيا أكتر من كده وإن أنا مستحيل أعمل حاجة زي دي. بقولك ايه يا حلوة، بطلي الكلام اللي انت بتقوليه ده عشان محدش هيصدقه، وبالذات كارم لأنه كان كويس، مستحيل يتبلى على واحدة زيك ولا يقول أي كلام وخلاص غير وهو واثق. وبقولك إيه كمان، اعملي حسابك محدش هيشيل أشياء في البيت ده إلا انتي، سمعتي ولا ما سمعتيش؟ ولو سمحت طلبت منك تعملي لها الشقة ولا تعوز منك حاجة هتعمليها لها كمان، ورجلك فوق رقبتك، سمعتيني؟ والله العظيم حرام اللي انتي عايزاني أعمله ده واللي انتوا بتعملوه فيا ده. أنا مش فاهمة انتوا ليه مصدقين؟ أنا مستحيل أعمل حاجة زي كده.
بقولك ايه يا بت انتي، انا مش طايقه اسمع صوتك. سمعتي؟ وهتعملي اللي انا قلتلك عليه، بدل بقى ما تعرفيش اللي هيحصل لك. اصل كل اللي في البيت فاضل له تكه وينفجر فيكي. فقومي يلا، قومي شوفي ايه اللي وراكي، عاوزاكي تخلصي. سمعتي؟ وفي الوقت ده عند كارم بيلاقي جرس الباب بيرن، ولما بيروح بيفتح بيلاقيها ايات، اللي اول ما بيشوفها بيقول لها بحده: انت ايه اللي جابك يا ست انتي؟ هو انا مش قلتلك رجلك ما تخطيش البيت ده هنا تاني بسبب العمله المهببه اللي انت هببتيها؟ ابوس ايدك يا كارم، بالله عليك بلاش اللي انت عاوز تعمله ده. كفايه اللي انت طول السنين دي كلها حارمني من بنتي. ابوس ايدك، خلينا اشوفها بس لو كل يوم 5 دقايق. انت ما تعرفش قلبي بيتقطع قد ايه وهي بعيدة عني. والله العظيم انا اتغيرت بعد اللي حصل، وعرفت ان انا كنت غلطانة. بالله عليك سامحني، سامحني. ووطت على ايده عشان تبوسها. كارم بضيق: هو انت مفكرة ان الشويتين اللي انت بتعمليهم دول انا هصدقك؟ اللي فيه طبع عمره ما بيغيره، وانا مستحيل اصدق ان انت ممكن تتغيري. كلكم شبه بعض، فيكم طبع الخيانة. أنا عارفة كل اللي حصل واللي عملته، ومراتك التانية، وإن هي كانت خاينة. بس والله العظيم أنا خلاص ما بقيتش أفكر في أي حاجة دلوقتي غير بنتي. بالله عليك خليني أقعد بس وأربيها، ومش عايزة منك أي حاجة تانية. ولسه كارم كان هيتكلم، بتطلع هاجر بنته: بالله عليك يا بابا، بالله عليك ما تخليش ماما تمشي من هنا ورجعها تاني. انت ما تعرفش هي وحشاني قد ايه. والكلام اللي هقوله لك ده اول مرة اقوله لك. بصراحة كده طنط سهر ما كانتش كويسة. اكتر من واحد كان بيجي هنا وبتروح واخداهم وداخلة بيهم الأوضة، وساعتها يا بابا ببقى خايفة جدا، وبدخل على أوضة الأطفال وبقفل على نفسي. كارم بصدمة: انتي متأكدة من الكلام ده يا هاجر؟ قولي ان الكلام ده مش حقيقي، قولي يا هاجر. لا يا بابا، ده كل اللي حصل. وغير كده كمان كانت بتاخد منهم الهدية وتحطهم عندي في أوضة الأطفال، عشان هي عارفة كويس ان انت ما بتدخلهاش. معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا كنت طول الفترة دي عايش مع واحدة زي دي؟ انا مش مصدق، انا كنت مخدوع فيها بالشكل ده. انا عارفة كويس ان انت زمانك مجروح باللي حصل، بس بالله عليك بنتك ملهاش أي ذنب تعيش من غير أمها. أنت شفت بنفسك لما اتجوزت وجبت واحدة كانت بتعمل فيها إيه وبتعمل إيه من وراك. أوعدك لو رجعتني مش هتلاقي حاجة عليا. بقولك إيه، مش وقت كلامك ده يا آيات. ادخلي دلوقتي اقعدي مع هاجر، خليكي معاها لحد ما ارجع من الشغل، ولما ارجع يبقى يحلها ألف حلال. وفعلا سابهم ونزل. وأول ما بينزل هاجر بتقول: أنا خايفة أوي يا ماما، خايفة لا بابا يعرف إن أنا كدبت عليه، والكلام يعني ما حصلش، وإن طنط سهر كانت كويسة وما كانتش بتعمل كل اللي انتي بتقولي عليه ده. أنا عارفة إن أنا غلطت لما طلبت منك إن انتي تقولي الكلام ده، بس هو مفيش غير حل واحد عشان ترجعي في حضني تاني. عشان كده كلمتك وقلتلك تقولي الكلام ده. ولا انتي عاجبك بقى إن أنا في مكان وانتي في مكان؟ ماشي يا ماما، بس يا رب بابا بعد كل ده يرجعك. أصل أنا خايفة إنه يرفض، وساعتها هبقى خسرتك وخسرت طنط سهر، وهرجع أقعد لوحدي تاني. لا يا حبيبتي، إن شاء الله خير. بس كل اللي أنا عايزاه أول ما بابا يجي تقوليله اللي هقولك عليه، ماشي؟ وفعلا بتفضل قاعدة مع هاجر اللي كانت مبسوطة جدا بوجود أمها. وبعد شوية بيرجع كارم من الشغل. كارم بغموض: شكرا يا آيات، شكرا على اللي انتي فضلتي لحد دلوقتي مع هاجر، وبالذات ان انا كنت قلقانة عليها ان انا انزل الشغل واسيبها لوحدها. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يا كارم؟ انت عارف كويس البنت بالنسبة لأمها ايه، وانت ما تعرفش انا كنت مبسوطة قد ايه وانا قاعدة معاها. على العموم انا همشي دلوقتي، ولو هتروح الشغل بكرة انا هاجي واقعد بيها لو ما فيش اي مشكلة يعني. استني يا ماما، بالله عليكي اوعي تمشي يا ماما. يا بابا ما تخليش ماما تمشي، انا خايفة اقعد لوحدي. انا لما صدقت ماما جت وملت الفراغ اللي انا كنت فيه. بالله عليك يا بابا خليها معايا، لو بتحبني رجعها، واوعدك ان هي مش هتخذلك تاني. واول ما كارم بيسمع كده بيبص لهم جامد، وبيروح داخل على اوضه النوم وخارج، وهو بياخد ايات وفعلا بيرجعها تاني على ذمته. وفي الوقت ده عند سهر اللي كانت تعبت من الشغل راحت قعدت في مكانها. وأول ما مامتها شافتها: ايه اللي مقعدك يا بنت انتي؟ ازاي تقعدي بالشكل ده؟ هو انتي ناسية ان وراكي شغل كتير ولا ايه؟ وفين الشغل اللي انتي عملتيه النهارده؟ بالله عليكي يا ماما، بالله عليكي سيبيني ارتاح، انا تعبت والله العظيم.
كفاية إن أنا غسلت السجاد ووضبت المطبخ، والله العظيم أنا ما بقتش قادرة أسلب طولي، خلي شغل الباقي بكرة. وفي الوقت ده بتيجي سماح اللي بتقولي إيه يا حبيبتي؟ شغل إيه اللي أنت عايزة تسيبيه لبكرة؟ ده أنا عملت حساب إن أنت هتطلعي دلوقتي عشان توضبي لي الشقة قبل ما أخوكي ما مصطفى ما يجي. أنت عارفة كويس أخوكي مهووس بالنظافة، ولو رجع ولقى الشقة متبهدلة هيبهدل الدنيا. وأنا مالي بكل الكلام ده؟ اللي أعرفه إن اللي بيبهدل حاجة هو اللي بيوضبها، ولو أنا طلعت ووضبتلك الشقة أنتي بقى هتعملي إيه طول اليوم؟ إيه ده بقى يا حماتي إن شاء الله؟ الكلام اللي بنتك بتقوله ده، هو أنتي مش قلتيلي ما تعمليش أي حاجة في الشقة بتاعتي وهي اللي هتطلع وتعمل كل حاجة؟ هو إيه الكلام بقى اتغير ولا إيه؟ إيه دي يا سماح، أنا هتصرف معاها دلوقتي وكل اللي أنتي عايزاه هي هتعملهولك، ما تشغليش بالك أنتي. وفي الوقت ده قربت منها وضربتها بالقلم. آخر مرة تردي على سماح ولا أي حد في البيت بالشكل ده، سمعتي ولا ما سمعتيش؟ هتطلعي دلوقتي وتعملي الشقة مع سماح، واعملي حسابك لو هي اشتكت منك وإن انتي عملتي حاجة تضايقها ما تزعليش بقى في اللي هيحصل فيكي. سمعتي يا بت؟ معقول يا ماما؟ معقول؟ انتي بتمدي ايدك عليا عشان خاطر سماح؟ أنا مش فاهمة انتوا بتعملوا كده ليه على حاجة أنا ما عملتهاش. بكرة تتأكدوا بالكلام ده وساعتها هتندموا بالطريقة اللي انتوا بتعاملوني بيها. بقولك ايه يا حبيبتي، احنا مش عايزين صداع، ويلا بقى قدامي عشان اخوكي زمانه على وصول، ولو رجع ولقى البيت متبهدل هيعمل مشكلة، وانا بقى مش فايقة للكلام ده. واول ما بتقول كده بتروح طالعة معاها فعلا وبتبدأ تشتغل معاها وبتعمل لها كل اللي هي عايزاه. بيعدي يومين وطول الفترة دي وهي متبهدلة لحد ما بتتعب وبتفتح باب الشقة وتروح عند كارم اللي أول ما بيشوفها: إيه اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ أنا أصلا بعتلك ورقة طلاقك بعد ما مشيتي على طول. بالله عليك إيه ده يا كارم؟ والله العظيم أنا ما عملت حاجة، وربنا اللي يعلم أنا كنت صيناك قد إيه. أنا هقولك أنا كنت بكلم مين بالليل، والهدايا اللي أنت لقيتها في أوضة الأطفال دي بتاعت مين؟ دي بتاعت آيات، كانت بتجيبها لهاجر بنتك. أنا عارفة إن أنا غلطانة إن أنا كنت بدخلها من وراك، بس والله العظيم صعبت عليا لما لقيتها قلبها وجعها على بنتها. وفي الوقت ده بتخرج آيات من جوه وهي لابسة لبس البيت: يلا يا حبيبي الأكل جوه في أوضة النوم. إيه ده؟ أنت واقف بتتكلم مع مين؟ الأكل هيبرد. وكانت الصدمة لما بتسمع الكلام: هو إيه اللي بيحصل هنا؟ معقول أنتي يا آيات؟ أنتي اللي عملتي كل ده عشان تخربي بيتي وترجعي لكارم؟ أنا مش فاهمة، أنا عملتلك إيه عشان تعملي كده؟ بالله عليكي، بالله عليكي قولي لكارم اللي أنا اللي كنت بكلمك، وإن الهدايا اللي كانت في أوضة الأطفال دي أنت اللي كنت بتجيبيها هاجر بنتك. نعم نعم، الكلام الغريب اللي أنت بتقوليه ده، أنا أصلا أول مرة أشوفك. بقولك إيه يا حبيبتي، لو عايزة تعملي حوار على كارم عشان يعني يصدق إن أنت ما خنتيهوش تبقي بتحلمي، عشان أنا مستحيل أشهد شهادة زور. حرام عليكي اللي أنت بتعمليه ده، ليه بتعملي فيا كده؟ بقى ده جزائي إن أنا دخلتك تشوفي بنتك وفي الآخر تقولي عليا الكلام ده؟ اسكتي يا سهر، أنا مش عايزة أسمع منك ولا كلمة دلوقتي، ولو الكلام زي ما أنت ما بتقولي كده أنا هنادي على هاجر وهسألها قدامك وهنشوف بقى الحقيقة فين. وفعلا نادى على هاجر اللي بتيجي بسرعة وكان باين عليها الخوف، وساعتها قربت منها سهر وقالت بدموع: بالله عليك يا هاجر قولي الحقيقة، مش مامتك آيات كانت بتيجي هنا وبتشوفك؟ بخليكوا تقعدوا سوا، هي اللي كانت بتجيبلك الهدايا اللي بابا لقاها في أوضة الأطفال؟ بس هنا كانت الصدمة لما هاجر قالت: ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا طنط؟ لا طبعا مفيش الكلام ده، هو انتي اللي عايزة تخليني أكدب على بابا وما أقولهوش الحقيقة. بصراحة كده أنا قلت لبابا على كل حاجة، وإن انتي أول ما بابا بيخرج من هنا بتخلي حد يجيلك البيت وبتاخديه وبتدخلي على أوضة النوم، وهو اللي جاب كل الهدايا دي اللي موجودة عندي في الأوضة، وحضرتك اللي حطاهم عندي عشان انتي متأكدة إن بابا مش بيدخل الأوضة. ايه الكلام الغريب اللي انتي بتقولي ده يا هاجر؟ حرام عليكي يا بنتي، انتي بكلامك ده بتظلميني. بالله عليكي قولي الحقيقة، لو أمك هي اللي قالتلك تقولي كده هي مش هتنفعك، والله ما تنفعك. انتي ما تعرفيش ممكن يحصل ايه بعد الكلام اللي انتي قلتيه ده. وساعتها بتقرب آيات مني وتروح بهداني عن هاجر وتقول بحدة: وسعي ايدي كده من على هاجر بنتي. ايه، هو انتي عايزة تخليها تكذب وتقول كلام ما حصلش ولا ايه؟ اللي ما تعرفوش يا حبيبتي اللي ربنا شايل عنك الستر عشان خاطر كارم يعرف حقيقتك كويس،
ما يبقاش مخدوع فيكي أكتر من كده، ولو مش عايزة فضايح تبي تمشي من هنا بقى من سكات. ماشي يا سهر، امشي من هنا، عشان لو شفتك هنا مرة تانية ما تعرفيش أنا هعمل فيكي إيه. وكفاية لحد كده، بدل ما أكلم أخوكي وأبوكي وساعتها أنت عارفة كويس اللي هيحصل. وأول ما بتسمع كده بتاخد بعضها وبترجع على بيت باباها، وكانت عمالة بتعيط، كانت بتكلم نفسها طول الطريق. وبعد شوية بترجع البيت، ساعتها بتلاقي مصطفى وباباها قاعدين كانوا عمالين يزعقوا. والله العظيم أول ما تيجي ما تعرفوش أنا هعمل فيها إيه، إن ما خليتها ما تقدرش تقوم من مكانها ما بقاش أنا مصطفى. وأول ما بيشوفوني داخلة بيروح مسكني من شعري وبيفضل يضرب فيا. طالما انت بقى مش همك الكلام اللي احنا قلناه أنا وأبوكي، يبقى تستاهلي اللي هيحصل فيكي دلوقتي. وساعتها فضل يضرب فيا لحد ما بيتعب وبيروح سايبني في مكاني وبيمشي. الأب اتكلم بحدة: انت لو عملتي الحركة اللي انت عملتيها دي تاني وخرجتي من البيت من غير ما تقولي، ما تعرفيش ساعتها بقى أنا اللي هعمل فيكي ايه. وبيروح سايبها وداخل على جوه، وماما بتروح واخداني ومدخلاني على الأوضة، وأنا كنت عمالة بعيط. عاجبك اللي انت عملتيه في نفسك ده يا بنتي؟ أنا مش فاهمة، بس كان عقلك فين لما عملتي اللي حبيبتيه ده؟ كان عقلك فين لما عملتي كده في جوزك كمان؟ وساعتها فضلت أعيط، ما كنتش برد عليها. وأول ما ماما بتلاقيني كده سابتني وخرجت من الأوضة. وقبل شوية عند مصطفى اللي كان دخل شقته، وساعتها كان بيسمع صوت حد جوه، فبيروح فاتح الباب وبيدخل بالراحة. ولما بيبص بيلاقي سماح قاعدة ومعها واحدة، واللي كان باين عليها سماح إنها متعصبة جدا. خلاص بقى يا إيمان، مش معقولة الكلام اللي انت عمالة بتقوليه ده. أنا قلتلك أول ما يبقى معايا فلوس هديهالك، مش معقول تجيلي هنا. افرضي مصطفى طلع فجأة وسمع كلامنا، كل حاجة هتبوظ واللي مخططاله هيروح. بقولك ايه يا سماح، أنا ماليش في الكلام ده. أنا عملتلك كل اللي انت عايزاه، ورحت وقلت لكارم إن مراته بتخونه وإن في واحد بيجي ياخد هدايا من عندنا، ولولا إن ما عملتش كده ما كانتش سابت بيتها ولا طلقت. يو يا إيمان، ما تصبري عليا شوية. أجيبلك يعني أنا فلوس منين؟ ما أنا لو معايا فلوس كنت اديتهالك، ما كنتش هستناكي تجيلي هنا. والله يا حبيبتي اتفقنا إن كل الفلوس هاخدها أول ما صار ما تتطلق. وشوفي بقى، هي متطلقة اهي بقالها كام يوم، أنا ما شفتش منك أي حاجة. ولو مش عايزة كل ده يضيع هروح أقول لجوزها إن مرات أخوها هي اللي سلطتني عشان تخرب بيت سهر وتخليها خدامة في البيت هنا. وأنا خلاص عرفت عنوان الشركة. خلاص يا إيمان، امشي دلوقتي وأنا هتصرف لك في الفلوس عشان خاطر مصطفى على وصول يومين بالظبط والفلوس هتبقى عندك. وأول ما مصطفى بيسمع كده بيروح داخل وماسك سماح من شعرها: بقى انت يا بنت عملتي كل ده في أختي؟ طلعتيها خاينة قدام جوزها؟ انت اللي عملتي كل ده؟ ازاي وايه اللي عرفك بموضوع الهدية ده؟ أول ما إيمان بتلاقي كده بتروح ماشية بسرعة وخايفة. ساعتها مصطفى كمل وقال: اتكلمي، بدل والله ما هتعرف أنا هعمل فيكي إيه. حاضر أنا هقولك على كل حاجة، وهقولك أنا عملت كده ليه. الكلام ده تقوليه تحت قدام أمي وأبويا وسهر عشان الحياة تظهر وإن سهر طلعت كويسة وما عملتش أي حاجة. وفعلا بياخدها من شعرها وبينزل بيها على تحت. وأول ما بابا بيشوفها: اتجننتي يا ابني ولا إيه؟ انت ازاي تمسك سماح بالشكل ده؟ سيب شعرها. لا يا بابا، انت ما تعرفش الشيطانة دي عاملة ايه. وبيروح حكالهم على كل حاجة، وان سماح هي اللي بعتت ايمان لكارم ويشككوا فيها. وفي الوقت ده لما بتسمع صوت بتخرج وبتسمع كل اللي قالوه، ساعتها بتقرب من سماح وبتضربها بالقلم: انا عملتلك ايه عشان تعملي فيا كل ده؟ حرام عليكي، خربتي بيتي وطلعتيني خاينة. عملتلك ايه عشان تعملي فيا كل ده؟ هو انت نسيتي اللي انت عملتيه ولا ايه؟ لو انت نسيتي فانا مستحيل انسى. انت اللي خليتيني ابعد عن حب حياتي. انت اكيد مجنونة. معقول انت لسه مقتنعة من الكلام ده؟ انت مقتنعة ازاي اني كنت ماشية معاه ده كان هيبقى كويس؟ انت ما تعرفيش كان هيبهدلك قد ايه. وساعتها ببدأ افتكر اللي حصل زمان لما كنت رايحة بيت عمي، وساعتها بتصدم لما بلاقي سماح واقفة مع واحد في الشارع وكان في وضع مش كويس، واول ما بيشوفني بيمشي بسرعة. انتي اتجننتي يا سماح؟ ما لقيتيش غير عاطف الشمام وتمشي معاه؟ انا كنت سامعه الكلام من كذا حد في البلد، بس ما كنتش مصدقه الكلام ده غير لما شفته بعيني دلوقتي. بقول لك ايه يا سهر، مالكيش دعوه بالحوار ده. انا بحب عاطف، وكل الكلام اللي انتي بتقوليه ده ملوش اي 30 لازمه. انا هتجوزه يعني هتجوزه،
ده انتي مجنونة يا بنتي، أبوكي مستحيل يوافق على الكلام ده. بلاش يا بنتي عشان ما ترجعيش تندبي في كل حاجة، وبالذات اللي عرفته إن اللي اسمه عاطف ده بيتاجر في الممنوعات. والله يا حبيبتي أنا عارفة كل الكلام ده، مش مستنياكي يعني إنك تعرفيني عليه، وأنا عارفة بعمل إيه كويس. يا ريت تخليكي في حالك. وساعتها بتروح سايباها وماشية. وأول ما بلاقي كده بتطلع عند بيت عمها، اللي أول ما بيشوفها بيقول لها: مالك يا بنتي؟ أول مرة تيجي وتقعدي ساكتة كده، فيكي حاجة ولا إيه؟ بصراحة يا عمو أنا مش عارفة أقولك إيه، بس أنا مش هقدر أسكت على كده لما أشوف أختي بتضيع من بين إيديا. وساعتها بتحكي له على كل حاجة. أنتي متأكدة من الكلام ده يا سهر؟ أيوة والله العظيم يا عمي متأكدة. لو مش مصدقني أنا ممكن أجيب المصحف وأحلف عليه باللي حصل. أنا والله العظيم كنت مترددة جدا قبل ما أقولك، بس أنا خفت لا يحصل حاجة بين سماح واللي اسمه عاطف ده، وساعتها أنا اللي أشيل الذنب كله. معقول؟ معقول سماح يطلع منها كل ده؟ والله العظيم ما تعرفيش أنا هعمل فيها إيه. بالله عليك يا عمي ما تقولهاش إن أنا اللي قلتلك حاجة، أنا مش عايزاها تزعل مني عشان أنا قلتلك كده. وحاول تلم الدنيا قبل ما تتعك. وهنا بتسيبه وتمشي. وتاني يوم عمها كان قاعد مراقب سماح اللي خرجت من الأوضة وكانت مظبطة نفسها على الآخر. بقولك إيه يا بابا، أنا رايحة لسعاد صاحبتي، ممكن أتأخر شوية، ما تقلقش عليا ماشي؟ وفعلا بتنزل. وساعتها الأب بيشك إن في حاجة، وبالذات لما سمعها بتتكلم في الموبايل قبلها. كانت بتكلم عاطف وبتقول إن هي هتجيله على الشقة اللي هو مستنيها فيها. وأول ما عمها بيروح بيلاقيه نازل بسرعة، وبيفضل مراقبها من بعيد لبعيد لحد ما بتدخل عند عاطف. وأول ما عمي بيلاقي كده بيروح مخبط على الباب جامد. لما عاطف بيفتح بيتصدم لما بيلاقيه قدامه، وساعتها عمي بيزقه وبيروح داخل بسرعة. بيتصدم لما بيلاقي سماح قاعدة في أوضة النوم ولابسة لبس خفيف. وأول ما بيلاقي كده بيفضل يضرب فيها، وأخدها وبيرجع بيها على البيت وكان قافل عليها وحابسها. وبعدين مسك الموبايل وبيكلم مصطفى أخويا وبيقول له: بقولك إيه يا مصطفى، انت لسه عاوز سماح بنتي بعد ما رفضتك؟ لو موافق وابوك موافق احنا نتفق على كل حاجة. وفعلا مصطفى بيفرح وبيروح واخد بابا وبيروح على البيت. وفي الوقت ده بيدخل يلعب وبيقول: دلوقتي انا كلمت مصطفى وهيجي وهنتفق على كل حاجة وهخلي الفرح على طول. والله العظيم يا سماح لو عملتي حركة كده ولا كده ولا عرفتي مصطفى على حاجة كنت بتعمليها انا هدفنك مكانك، سمعتي؟ حرام عليك يا بابا، انت عارف كويس ان انا ما بحبش مصطفى. بالله عليك وافق ان انا اتجوز عاطف، انت ما تعرفش انا بحبه قد ايه. واول ما سماح بتقول كده بيكون عمي ماسكها من شعرها وبيفضل يضرب فيها: ما لقيتيش غير الشمام بياع الممنوعات عشان تتجوزيه؟ والله العظيم لو ما اتلميتي يا سماح ما هتاخدي مني غلوة. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ وكفايه فضايح بقى لحد كده، ولو عملتي حركة كده ولا كده انت عارفة كويس انا عامل فيكي ايه. وبعدها فعلا بابا جه هو ومصطفى واتفقوا على كل حاجة. وسماح كانت بتخاف تتكلم ولا تقول أي حاجة. وبعدها عمي بيطلب إن أنا أروح له: أنا عارف دلوقتي زمانك عرفتي إن مصطفى خطب سماح، بالله عليكي أنا مش عايز حد يعرف إن اللي أنت شفتيه. أنا مش هأمن على سماح غير لما تتجوز، ومش هلاقي أحسن من مصطفى إن هو يتجوزها ويخلوا باله منها. عيب عليك يا عمو لما تقولي الكلام ده، أنا قلتلك إن سماح زي أختي. وما تقلقش الكلام اللي حصل ما بيننا محدش هيعرفه غيرنا، وربنا يسعدها ويهديها. وفعلا بعدها بيتجوزوا. سماح كانت عارفة كل اللي حصل وإن أنا اللي قلت لعمي كل حاجة. وبتعدي الأيام وهو بيتقدم لها كارم، وفعلا بتوافق عليه وبتتجوزه، وبالذات إن هو كان كويس ومحترم. وبعدها بفترة كانت سماح عندي وقاعدة معايا في أوضة الأطفال، ولقيتها قالت: الله يا سهر الدبدوب ده عجبني قوي، بقولك إيه أنا هاخده وأنا ماشية، أكيد يعني مش هتستخسري فيا حاجة، بالذات في هدايا كتير هنا. معلش يا سماح أنا مش هقدر أديكي أي حاجة من هنا عشان دي خاطر حاجات بتاعت هاجر بنت كارم، أنا مقدرش أديلك أي حاجة منها، وبالذات إن مامتها هي اللي جايبها لها. إيه الكلام الغريب اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ هو مش المفروض إن جوزها مطلقها ورافض إن هي تشوف البنت؟ إزاي بقى الكلام ده؟ بصراحة كده يا سماح آيات ثابت عليا، وبتروح حكيلها على كل حاجة حصلت. يا خبر أبيض يا بنتي، لو جوزك شم خبر بالحوار ده ممكن يطلقك فيها. أنا بعمل خير يا سماح وربنا يستر بقى، وإن شاء الله ربنا هيقف معايا. بقولك إيه، أنا هقوم أعمل لنا كوبايتين عصير
ولما أجي أكمل قعدتنا. وبتروح سايباها وداخلة على المطبخ. وأول ما سماح بتلاقيها دخلت بتروح ماسكة الموبايل ومصورة الألعاب وبتقول بخبص: أنا بقى عرفت إزاي هاخد حقي منك يا سهر على اللي انت عملتيه مني، وجوزتيني أخوكي اللي أنا مش بطيه ولا بحبه. وفعلا بتصور كل الألعاب وخدت كام صورة وبتروح خارجة. يا بنتي خرجتي ليه من الأوضة؟ أنا قلتلك هنقعد عشان نعرف تاخدي راحتك، لا كان يجي فجأة ولا تتحرجي. لا، ما أنا بقى بقول بعد كده إن أنا أقعد. أنا همشي عشان خاطر مصطفى كلمني، ما ينفعش أتأخر أكتر من كده على البيت. بقولك إيه، خليها مرة تانية لما أبقى قريبة منك هاجي وأقعد معاكي. وفعلا بتسيبها وبتمشي وبتروح عند إيمان. فهمتي يا إيمان؟ فهمتي اللي أنا عايزاه؟ الصور معاكي، تروحي لجوزها الشركة اللي هو شغال فيها وتعملي اللي أنا قلتلك عليه بالظبط. يا خبر، إيه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ ده كده هتطلق وتتفضح. انتي متأكدة من الكلام اللي انتي عايزة تعمليه ده؟ متأكدة. انتي ما تعرفيش اللي اسمها سهر دي أذتني قد إيه. هي السبب اللي خلتني أبعد عن حبيبي عاطف. هتعرفي تعملي الكلام ده ولا أشوف حد غيرك؟ لا طبعا، لا طبعا، أنا هعملك كل اللي انتي عايزاه طالما الحوار فيه فلوس. كل اللي انتي عايزاه هيحصل. وفعلا إيمان بتروح تكلمه وبتقوله على اللي اتفقت عليه مع سماح. خلينا نرجع تاني. أول ما مصطفى بيعرف باللي حصل بيفضل يضرب في سماح، وساعتها بيرمي عليها اليمين. وأول ما بتلاقي كده بتمشي بسرعة من البيت. ساعتها بيقرب مصطفى أخويا مني وبيقول: بالله عليك يا سهر سامحيني، أنا عارف إن أنا ماليش عين إن أنا أقولك الكلام ده، بس أنا ما كنتش أعرف إن في شيطانة في البيت هنا وهي اللي عملت كل ده. أنا مش هقدر أسامحكم غير لما كارم يعرف باللي حصل وإن أنا كنت مظلومة. بالله عليك يا مصطفى قول له على كل اللي حصل. أنا مش قادرة أعمل حاجة طول ما أنا متأكدة إن كارم مصدق عليا حاجة زي كده. حاضر، والله العظيم أنا هعمل كل اللي أنت عايزاه. وفعلا بيروح عند كارم وبيحكي له كل حاجة. وساعتها بيلاقي كارم بيضحك جامد. هو أنت مفكر إن أنا ممكن أصدق الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا طبعا، ده تلاقي مش عارفين تلموا أختكم وخايفين من الفضيحة وعايزين تلبسوها لي. ده أنا لما صدقت إن أختك غلط في داهية، وكويس إن أنا ما خلفتش منها، وكويس إن أنا خرجت منها سليم. أول ما مصطفى بيسمع كده بيروح قايم واقف: أنا عملت اللي عليا وخلصت ذمتي منك، وقلت لك على اللي فيها وإن سهر مظلومة وما عملتش الكلام ده. وزي ما إحنا ما كناش عارفين الحقيقة، أنت كمان هتيجي وقت وهتنكشف قدامك. وفعلا بيسيبه وبيمشي. وساعتها كان بيقعد متضايق، وأول ما بيلاقي نفسه كده بيروح واخد بعضه وبيرجع بدري من الشغل. ولسه جاي بيفتح بالمفتاح بيسمع صوت هاجر بنته وهي بتزعق وبتقول: حرام عليكي يا ماما اللي بتعمليه ده. أنا قلت لما هترجعي لبابا هتبطلي اللي انت بتعمليه كده. هو انت اللي بتعملي كده؟ بقولك ايه يا بنت انتي، أنا مش ناقصة صداع. أنا هعمل كل اللي أنا عايزاه. لو فكرتي تفتحي بقك وتقولي لابوكي أي حاجة من اللي بتشوفيها ما تزعليش بقى في اللي هعمله فيكي. أنا فعلا غلطانة إن أنا صدقتك وإن انتي ممكن تتغيري وفضلتك على سهر اللي كانت بتعاملني أحسن منك. يا ريت ما كنت سمعت كلامك وقلت عليها الكلام اللي ما حصلش ده. يا ريتني كنت قلت لبابا اللي انت اللي كنت جايبه لي الهديه وان كنت بتيجي بتزوريني زي ما كان بيحصل. واول ما هاجر بتقول كده بتروح ايات مسكها من شعرها: بت انت عارفه لو ابوكي عارف الكلام ده هخلي يومك اسود، سامعاني؟ واللي بيجي لي هنا اول ما تشوفيه جاي تدخلي جوه على الاوضه على طول، فاهماني؟ مش عايزاه يلمحك، سمعتي ولا لا؟ وأول ما بتخلص كلامها بتتصدم لما بتلاقي الباب بيتفتح وبيدخل منه كارم، وقبل أي كلمة بيقولها بيروح ماسكها من شعرها: أنا غلطان، أنا اللي غلطان اللي صدقت واحدة زبالة زيك وقلت إن انتي فعلا اتغيرتي، بس انتي بتعملي المعروف اللي كانت بتعمله معاكي سهر وفي الآخر تقولي عليها كلام ما حصلش. انتي عارفة لو شفتك ولا لمحتك هنا تاني ساعتها أنا هروح لأهلك وأقولهم على كل اللي انتي بتعمليه. وبيروح رامي عليها اليمين. وأول ما هي ما بتسمع كده بتروح ماشية بسرعة من غير ولا كلمة. وبعدها كارم بياخد هاجر وبيجوا عندي، وساعتها هاجر بتفضل تعيط وبتعتذرلي وبتقولي على كل اللي حصل. وأول ما ده بيحصل كارم بيطلب مني إن احنا نرجع. ساعتها أنا بوافق عشان خاطر كان ضحية لعبة، وإن أي حد مكانه كان هيصدقها وإن هو معذور بسبب اللي حصل. وبعدها بنعيش أسعد أيام حياتنا، وبالذات آيات اختفت من حياتنا خالص. وسمعت إن سماح لما عمي عرف باللي حصل حبسها وقفل عليها
ما بقتش بتخرج تماماً، وده كان عقاب ليها، بالذات إنه هو عزلها عن العالم خالص. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا إنكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد، واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.